السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام. يرغب الإطار الوطني المهدي بن عطية المدير الرياضي لفريق مارسيليا الفرنسي لكرة القدم بضم النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بعد تقليص عقوبته. وأكدت صحيفة لا بروفانس أن نادي أولمبيك، وأضافت الصحيفة أنه لم تكن هناك مفاوضات رسمية بين الطرفين، لكن بن عطية المدير الرياضي لمارسيليا تواصل مع النجم الفرنسي. وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد قررت تقليص عقوبة بوجبا من الإيقاف 4 سنوات إلى 18 شهرا بسبب تعاطيه عقاقير منشطة. وسيكون بإمكان نجم مانشستر يونايتد السابق المشاركة في التدريبات بدءا من يناير المقبل. السلام عليكم. وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن مارسيليا لا يعد الفريق الوحيد المهتم بضم بوجبا، بل هناك أندية أمريكية تترقب موقف اللاعب وتستعد للتفاوض معه بمجرد أن يصبح حرا بعد فسخ تعاقده مع يوفنتوس. مدرب إفريقيا الوسطى يقول: لاعبون خذلون. تأسف السويسري راؤول سافوي مدرب إفريقيا الوسطى عن الخسارة الثقيلة أمام المنتخب المغربي بخماسية نظيفة في ثالث جولات تصفيات كان 2025 التي احتضنها الملعب الشرفي بوجدة السبت. وقال سافوي في تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة إنه غير راض عن أداء بعض اللاعبين الذين خذلوا توقعاته في الشوط الأول، وبعضهم لم يكن في المستوى المطلوب، بينما عقب تغييراته في الشوط الثاني تحسن شيء ما المستوى رغم تلقي شباك العديد من الأهداف. وأبرز المدرب السويسري أن الفريق غير من أسلوب لعبه في الشوط الثاني، وسيتم الاعتماد تقريبا على اللاعبين الجاهزين الذين ظهروا بمستوى أفضل فقط في المباراة الثانية الثلاثاء المقبل، مؤكدا بأن المجموعة عليها أن تظهر أنها ترغب في التأهل. وتابع قائلا: سنغير من المجموعة التي ستلعب في مباراة الثلاثاء، وسنحلل الأخطاء التي ارتكبناها من أجل تصحيحها حتى نتمكن من تحقيق نتائج أفضل. نأمل في التعويض لكي نواصل البحث عن التأهل لكأس إفريقيا. وختم سافوي: علينا أن نكون حذرين من ليسوتو الذي بإمكانه أن يفاجئ الجميع في هذه التصفيات. هدفنا كسب 6 نقاط في شهر نوفمبر ومزاحمة الغابون على بطاقة التأهل. وفي خبر ثالث، إصابة بونو تثير قلق جماهير الهلال. تعرض الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لإصابة اضطرته لمغادرة الملعب، تاركا مكانه لزميله منير محمدي في المباراة التي فاز بها أسود الأطلس بخماسية نظيفة على منتخب إفريقيا الوسطى مساء اليوم السبت ضمن تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025. وغادر بونو المستطيل الأخضر مضطرا بعد مرور نصف ساعة على بداية شوط المباراة الأول بعد شعوره بانزعاجات لم يقوى على مقاومتها رغم تدخل الطاقم الطبي ليترك مكانه لمنير محمدي في لقطة أعادت إلى الأذهان تغيير بونو بالمحمدي. وغادر بونو المستطيل الأخضر مضطرا بعد مرور نصف ساعة على بداية شوط المباراة الأول بعد شعور بانزعاجات لم يقوى على مقاومتها رغم تدخل الطاقم الطبي ليترك مكانه لمنير محمدي في لقطة أعادت إلى الأذهان تغيير بونو بالمحمدي في مواجهة بلجيكا بمونديال قطر 2022. وأثارت إصابة بونو مخاوف جمهور
وأثارت إصابة بونو مخاوف جمهور ناديه الهلال السعودي لتزامنها مع إصابة الحارس الثاني للفريق الأزرق محمد العويس. وينتظر أن يكشف عن طبيعة إصابة حامي عرين أسود الأطلس ومدة غيابه عن الملاعب بعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة في الساعات القليلة القادمة. ويعتبر بونو من ركائز فريق الهلال السعودي وأفضل حارس مرمى في دوري روشن. وتنتظر فريقه مباراة أمام الفيحاء بعد فترة التوقف الدولي على أن يلاقي العين الإماراتي بعد ذلك في دوري أبطال آسيا للنخبة. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يتصدر المجموعة الثانية من التصفيات الإفريقية برصيد 9 نقاط، يليه منتخب الغابون ب4 نقاط، ثم إفريقيا الوسطى 3 نقاط، وليسوتو بنقطة واحدة. إلى فيديو لاحق ودمتم في حفظ الله.